عملت كل خطوات توزيع الاضاءه ب 3 بوينت فلايت بقى، وعملت كل حاجه، بس برضو حاسس ان لسه في حاجه ناقصه، لسه في حاجه مش مظبوطه. وده راجع لانك نسيت جزء من اهم معدات الضوء، وهو الجريد او الهاني كومب جريد. مهمه الجريد ان هو يوجه الضوء في اتجاه واحد محدد، وده بيفيدك لما بتكون حاطط اضاءات كتير مختلفه زي كده، واضاءات ملونه في المشهد زائد الاضاءه الاساسيه اللي بتكون منوراك انت. فساعتها بنحتاج ان الاضاءه الاساسيه ضوءها ما يسيحش في الخلفيه ورايا، فبضطر ان انا اركب جريد بحيث ان انا اوجه ضوء الاضاءه الاساسيه عليا انا بس. لكن في مشكله صغيره، ان الجريد بتاع السوفت بوكس العادي اللي هو المقاس المنتشر ال 50 في 70 مش منتشر كفايه. انا عن نفسي لفيت في كل محلات وسط البلد بتاعت الكاميرات ما لقيتوش خالص، ولما لقيته على النت لقيته بيتباع ب 600 وب 1000 جنيه، فده رقم كبير جدا. وخصوصا ان السوفت بوكس بتاعي مقاسه مختلف لان انا اللي مصنعه بايدي، فالحل هو ان انا اصنعه بنفسي. لكن في الاول كنت شايف ان الموضوع صعب ومعقد، ده لاني مش قادر افهم ازاي هنسج قماش في بعضه واطلع منه شكل الجريد، هركب القماش جوه بعضه ازاي. كنت شايف ان الموضوع صعب. ولكن هل لازم بالضروره استعمل قماش؟ قبل ما اقول لك يا ريت تروح تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي كومنت عشان لسه راجع وعايزين القناه تفوق كده معانا. الاجابه طبعا لا، مش لازم استعمل قماش. انا استعملت ورق كانسون مقاس A4. الميزه في ورق كانسون ان هو بيكون ورق قوي شويه ويستحمل الهدف اللي احنا عايزين نعمله فيه. ممكن تجيبه من المكتبات الكبيره. انا استخدمت حوالي 15 ورقه عشان اعمل جريد لمقاس سوفت بوكس 50 في 50. وطبعا هات ورق لونه اسود. الورق ده بيكون سميك كفايه ان هو يحجز الضوء من جنابه. الادوات اللي احنا هنحتاجها دباسه، وهات دبابيس للدباسه، مقص وقطر او سكينه حاده ومسطره، وبرضه هنحتاج منقله وقلم، مشابك ورق معدن او مشابك غسيل برضه ممكن تنفع عادي. واخيرا شنطه قماش سوداء تكون شنطه كبيره، او ممكن تجيب شريط قماش يكون طوله مترين وعرضه من 15 ل 20 سم. ده هنستخدمه في تركيب الجريد على السوفت بوكس. تحذير مهم، الشرح هيكون باستخدام ادوات حاده، فلو انت صغير في السن خلي حد كبير معاك يشرف لان سلامتك اهم. اعمل لايك سبسكرايب وتعالى معايا على الشرح العملي. اول حاجه هنجيب الورق عندنا، زي ما انتم شايفين الورق سميك مش زي الورق العادي وبيحجب الضوء بشكل كويس جدا. هنيجي نجيب قلم ومسطره ومنقله ونيجي نبتدي نعلم عند عمق 5 سم في الورق. ده هيكون طول جدار الجريد. بعد ما نعمل علامه عند ال 5 سم هنجيب المنقله ونحط الصفر بتاعها على العلامه بالظبط ونأكد ان المنقله مظبوطه عليها بالظبط. بعدين نعمل علامه عند 90 درجه ونيجي عند الناحيه الثانيه من الورقه برضو ونعلم علامه على عمق 5 سم من طرف الورقه ونتاكد انها مظبوطه بالظبط، وبرضو نعلم علامه عند 90 درجه. الطريقه ديت عشان نطلع قطعه ورق قائمه بالظبط ما يكونش فيها اي ميل. بعدين نبتدي نرسم خط وهيبقى ده شكل الخط. كده احنا عندنا علامتين متعلمين من اول واخر الورقه والاتنين قائمين قصاد بعض بالظبط. هنجيب المسطره وناخد الخط من اول لاخر الصفحه. زي ما انتم شايفين بقى عندنا خط قائم بالظبط بدون ميلان درجه واحده. هنجيب الكتر او سكينه حاده او اي اداه تقطع بيها، وخلي بالك كويس عشان ما تتعورش. وهنجيب المسطره نوازيها على الخط اللي رسمناه ونضغط على المسطره جامد ونبتدي نقطع. لازم تكون الاداه اللي بتقطع بيها حاده عشان الورق ما يبصش منك. بس كده القطعه طلعت زي ما انتم شايفين، شريحه ورق مظبوطه بالملي. وده طبعا يرجع اننا عملناها بالمنقله عشان نتاكد ان الزوايا مظبوطه. هنوفر بقى كل الشغل ده وهنيجي نوازي الورقه اللي قطعناها بباقي الورقه ونبتدي نعلم على اساسها. وبعد ما توازي الورقه هتحط المسطره عشان تخلي الورقه ثابته في مكانها ما تتحركش خالص. تضغط جامد وتبتدي تعلم ونبتدي نكرر العمليه لحد لما الورقه تخلص. خليك صبور في العمليه دي، ما تستعجلش عشان ما تبوظش الورقه منك. هنبتدي نجيب المسطره ونبتدي نعلم علامه عند كل 5 سم من طرف الورقه. كل 5 سم هنعلم علامه صغيره. بعدين هنجيب الورقه من العرض ونعلم علامة عند 2.5 سنتي وهو نص عرض الورقة. ونيجي عند العلامة اللي علمناها ل 2.5 سنتي من الجنبين ونعلم علامة عند كل 5 سنتي. يعني علامة عند 5 سنتي وعلامة عند 10 وعلامة عند 15 وعلامة عند 20 وهكذا. ونجيب المقص ونبتدي نقطع من العلامة اللي تحت لحد العلامة المتعلمة في نص الورقة بالظبط. وركز ان القطع ما يعديش العلامة اللي في نص الورقة. ونكمل نفس الحركة في باقي الورقة. ده المفروض يبقى الشكل بعد ما تعمل الفتحات في الورقة.
هنبتدي بقى نكرر نفس الموضوع في باقي الورق، بس انت مش محتاج بقى ترسم على باقي الورق، احنا هنجيب بس الورق نحطه مع بعض، فتبقى الورقه الاولى اللي قطعناها تبقى دليل لمكان القطع في الورقه الثانيه، طبعا عشان نوفر وقت، لان مش كل ورقه هنقعد نعلم عليها اماكن القطع. اهم حاجه خلي بالك ان القطع ما يعديش ال 2.5 سم اللي احنا معلمينهم، خليك شغال بهدوء. اهم حاجه لما تيجي تقطع تتاكد ان الورقتين موازيين بعض بالظبط، ما يكونش فيه تغير في مكانهم على بعض، لان لو في تغير ساعتها المقاسات هتطلع مش مظبوطه، ولازم تتاكد ان الورقتين متوازيين بالظبط. وبكده نبقى خلصنا الورقه كلها. الفكره انك هتجيب شريحتين وتركبهم في بعض بالمنظر ده، من عند القطعين اللي قطعناهم هيركبوا في بعض بالمنظر اللي انت شايفه. هي ديت الطريقه اللي هنكون بيها الجريد. هنعمل بقى ورق كتير جدا من الورق ده ونبدا نركبه في بعض بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، بس خليك هادي في المرحله دي عشان ما تقطعش منك، لان ده في الاخر ورق. وده كده الشكل النهائي. كده عملنا اول مربع في الجريد. هنبتدي بقى نفكها تاني وناخد نفس الشريحة اللي عملنا بيها أول مرة ونبتدي نعلم عليها في باقي الورق، لأن برضو مش لازم تعيد موضوع التسطير بالمنقلة والمسطرة، انت ممكن توفر المجهود ده كله وتبتدي تعلم بالورقة اللي انت كده كده قاطعها في الأول، لأنهم كلهم نفس المقاس. أهم حاجة تضغط على المسطرة بقوة عشان القلم ما يدخلش تحت الورقة فيبوظ العلامة، وتجيب المسطرة برضو ونوزيها على نفس الخط ونبتدي نقطع. أهم حاجة تكون ضاغط كويس على المسطرة وخلي بالك من صوابعك. مهم جدا انك تشتغل بهدوء، لان ده ورق ممكن يتقطع منك ويبوظ خالص، فمهم انك تكون شغال بهدوء. دلوقتي بقى عندنا الاربع ورقات اللي احنا لسه قاطعينهم، وهنجيب الورقه الخامسه اللي هي متقطعه جاهزه. دلوقتي انت مش محتاج تعملها ورقه ورقه، احنا بس هنوازيهم ببعض وتبتدي تثبت الورق ده بمشابك ورق، او ممكن مشابك الغسيل برضو هتنفع عادي جدا. تتاكد بس ان كل ورق مصفوف ورا بعضه بالظبط، عشان احنا دلوقتي هنبتدي نقطع بالاربع ورقات في المره الواحده، فلو في غلطه الاربع ورقات راحوا. ابتدي هنا بزود مشابك الغسيل عشان تبقى ماسكه الورق باحكام، ونبتدي نقطع وبرضه بهدوء، لان دلوقتي الورق هيكون قاسي شويه في التقطيع، فاهم حاجه تشتغل بهدوء شديد. ولو القطع طلع اصغر ملي او حاجه ممكن نوسعه بعد كده، لكن لو القطع طلع اكبر ملي ساعتها مش هيكون ليها حل، فعادي انك تقطع بالراحه، ولو بعد كده احتجت توسعها سهل جدا انك توسعها. بما انك وصلت الحته دي في الفيديو اعمل لي لايك وسبسكرايب عشان اقدر اكمل ان شاء الله وانزل محتوى اجدد واحسن. زي ما انت شايف اهو طلعوا الاربع ورقات قد بعض بالظبط. وزي ما انت شايف كده شكل الجريد بدأ يبان معانا، كده بقى شكله واضح جدا. وهنعمل بقى نفس العملية ديت حوالي 4 مليون مرة كمان. وده كده الشكل بعد ما خلصنا مربع واحد. طبعا المربع ده مش بحجم السوفت بوكس الكامل، ده بطول الورقة الاي 4 الواحدة، فالمربع ده هنعمل منه 3 كمان، يبقى المجموع الكلي معانا 4 مربعات من الحجم ده. ودول كده الاربع مربعات دول اتعملوا بتقريبا 15 ورقة بحجم اي 4. بعدين هجيب اي سطح بس صلب عشان اجمع عليه الجريد. الفكرة ان انا هحط المربعات دي قصاد بعض بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، بمعنى ان اطراف الورق هخليها تركب على اطراف الورق بين المربع التاني، بحيث ان هم يكونوا قصاد بعض بالظبط. وهبتدي برضو اثبتهم بمشابك غسيل، بس اتاكد ان هم راكبين في بعض بشكل مظبوط 100%. وابتدي اجيب الدباسة وابتدي ادبس المربعين في بعض. يستحسن تدبسها بدبوسين، دبوس من تحت خالص ودبوس من فوق في كل ورقة. طبعا كل ورقة ما بين المربعين، اهم حاجة اتاكد ان هم راكبين صح. ونعمل نفس الموضوع في المربعين التانيين برضو، اتاكد بس ان هو راكب كويس في بعضه، وابتدي اكرر نفس العمليه بالظبط. المهم اتاكد ان الورق قصاد بعضه مظبوط، بحيث ان المربعين الكبار لما اجي اركبهم في بعض يكونوا لي ما بينهم مربعات زي اللي موجوده في الجريد كله. المفروض ان منطقه الربط بين المربعين الكبار يكون مقاس كل مربع فيهم 5 سنتي في كل اضلاعه. بعد كده هنجيب النصين اللي احنا عملناهم وبرضو نجمعهم في بعض. هنا انا بفرد الورق قصاد بعضه بحيث ان هو يكون لي برضو مربعات، كل مربع فيهم طول الضلع بتاعه 5 سم. ضروري قبل اي خطوه تعملها تتاكد ان المقاسات مظبوطه وان كل حاجه راكبه صح، عشان بعد ما تدبسها ما تكتشفش ان في حاجه غلط في المقاسات فتبوظ لك الجريد كله.
وده بقى كده شكل الجريد النهائي. خليك بقى معايا للخطوة التانية. ركز بقى معايا يا سيدي عشان الموبايل منه لله مسح الجزء اللي انا كنت بشرح فيه الحته ديت، فهعيدها تاني دلوقتي قدامك. الجزء التاني وهو الجسم اللي هيثبت الجريد في السوفت بوكس. زي ما انا قلت لك انت ممكن تجيب شريط قماش يكون طوله مترين وعرضه من 15 ل 20 سم هيكون كافي، او ممكن لو عندك شنطه قماش زي دي ممكن تستفيد منها انك تعمل نفس الشيء ده. اولا دي شنطه فتح من جوه، فهي كده الشنطه دي ليها طبقتين، طبقه من تحت وطبقه من فوق. فاللي احنا هنعمله هو اننا هنفك الشنطه من بعضها. الشنط زي ما انت شايف بتكون اكنها متدبسه في بعض او متخيطه بطريقه كده غريبه، فهنبتدي نفكها. ممكن تفتحها بايديك، لكن طبعا اللي هو واضح ان الشنطه دي طولها اكيد مش مترين. فاللي احنا هنعمله ببساطه وهنجيب المسطره وهنبتدي ندي مقاس حوالي 20 سم. هو ال 15 سم جايه هنا بالظبط، فانا هستغل باقي المساحه واكمل لحد 19 سم من الشنطه وهي هنا، لان 19 سم جايه عند المسكه قبل المسكه بملي. لو انا ابتديت اقطع من عندها فانا هبعد عن الحته ديت، فهاخد شريط ممدود للاخر. فاللي انا هعمله ان انا هعلم عند 19 سم وهروح الناحيه الثانيه برضو هعمل نفس العلامه في نفس الجهه على نفس البعد 19 سم. طب ازاي بقى هقطع بشكل مستقيم؟ كل اللي هعمله ان انا همسك الشنطه اطبقها من اول القطع بالظبط، والتطبيقه تبقى من الناحيه الثانيه برضو عند العلامه اللي احنا علمناها. يعني ممكن برضو نقطعها الاول، ادي العلامه اهي، هنقوم مطبقين من القطعه للقطعه الثانيه بالشكل ده. اهم حاجه نتاكد انها مستويه تماما بحيث يطلع معانا قطعه قماش مستويه. حصلنا على شريط قماش، طبعا مش مثالي 100% لان بصراحه الجو حر جدا جدا في التصوير، بجد الموضوع صعب. انا قافل المكان حواليا وما ينفعش اشغل اي مروحه او اي حاجه، وحواليا اضاءات كتير، والجو اصلا درجه حرارته مش عارف 35 ولا حاجه. في الموضوع مميت يعني. فاعمل لايك بقى واشترك، يعني والله الواحد بيطلع عينه بطريقه صعبه. فالمفروض ان احنا هنعمل شريط تاني من الشريط ده من باقي الشنطه التاني، هعمله وارجع له. طبعا الشريطين دول لو اتفردوا بالطول بالكامل بقى شريط طويل جدا، هم غالبا اكتر من مترين يعني. اللي انت بقى هتعمله انك هتجيب نهايه الشنطه دي مع نهايه الشنطه دي وهتدبس الاتنين دول في بعض، هتدبسها كده في بعض، فهيبقى عندك شكلها بالشكل ده. وبرضه هنيجي ندبسهم من هنا، بس استنى ما تدبسش من هنا غير لما تحطها على السوفت بوكس وتتاكد انها شكلها مظبوط. ده المفروض يبقى ده كده شكلها متدبسه بالمنظر ده من الجنبين بالشكل ده. كل اللي هتعمله ان انت هتجيب قطعه القماش دي، ده كده السوفت بوكس، هتجيب القماش كده وهتبتدي تلف على السوفت بوكس بالشكل ده بحيث ان هو يكون لف عليه بشكل مربع. يعني هنعلم علامه هنا كده وهنا كده قطع صغير خالص ان ديت كده الحته الاخيره، وده زياده مش هنستعملها، فهندبس من هنا ومن هنا بالمنظر ده. واهم حاجه بص تبقى مشدوده على السوفت بوكس بحيث ان هي تبقى ماسكه فيه. ونجيب الدباسه والمفروض يكون ده الشكل النهائي للحلقه، نقطع منها الزياده. ده كده شكل الحلقه. نيجي كده نقدر نلبسها للسوفت بوكس وهتكون ماسكه. انا عملتها ماسكه زياده شويه بس انت ممكن ترخيها سنه، وهتيجي تحط الجريد وبرضه هتقوم ملبسه القماشه ديت، وهتساوي القماش على اول الجريد وتجيب الدباسه وتبتدي تلبس كل الاماكن، فيبقى ده الشكل في النهائي. ونيجي كده نلبس السوفت بوكس كده. مبروك عليك بقى عندك جريد. حتى بص انا نورت النور، ما عملش كليب للكاميرا لان النور فعليا مش موجه للكاميرا نهائي، النور موجه ليا انا بس. ودي كده النتيجه من غيره. الفرق واضح، مفيش بعد كده فرق. الجريد ده كلفني 0 جنيه حرفيا، لان الورق نفسه انا خدته من واحد صاحبي ما كانش محتاجه، والدباسه استلفتها بالدبابيس اللي فيها، والشنطه القماش سرقتها من اختي. فعادي يعني الموضوع محلول، مش لازم تعقد الدنيا. فممكن المكونات دي تلاقيها عندك اصلا، ممكن بس الورق هو اللي تشتريه، لان مش من العادي ان اي حد صاحبك هتروح له هتلاقي عنده دستة ورق كنز. ودي كده النتيجه بالجريد، ودي كده النتيجه من غير الجريد. وده هو شكل الجريد في الاخر. الفرق يستحق، ولكن الجريد لوحده مش ساحر، مش هيعمل لك السحر. لازم انت اللي تتعلم ازاي تعمل السحر. شوف الفيديو ده هعلمك ازاي توزع اضاءة بشكل ممتاز. متنساش تعمل لي لايك، سبسكرايب، تكتب لي رايك في كومنت. سلام.